ما راح يتحاسبون قتلة المتظاهرين؟ لا أبد؟ أبد. ليش هيك متوقعين يعني يتحاسبون؟ لأنه ماكو يعني هم ما حاسبينهم شهداء، قالوا إنه يعني هم فشي يعني ما حاسين إنه هم أخوهم عندهم فقيد، عندهم أب، عندهم يعني من العائلة يعني فقيد. ذكرياتك عن أحمد الله يرحمه شنو ذكريات تتذكريها دائما؟ اللي ما تنسيها؟ آسف ما أريد أبكيش، بس إحنا نريد نذكر الناس إنه هو أبنائهم عزاز عليهم وغالين عليهم. مسؤولية، عنده مسؤولية كبيرة تجاه المقابر، عنده حنان، يعني عنده حريص عليك كان؟ كلش، يعني كنت أحبه كلش، يعني حبه كل مو يعني شيء، بس يعني إنه كنت أحبه كلش أحبه. أحس عندي بس أخ واحد، ذاك الثاني عنده شغل وهاي، فهو يجي يعني دائما يقول لي شو محتاجة ايش تريدين. تفتقدين أحمد؟ أكيد أفتقد كلش. تشوفين أيام إنه الساعة اللي تردي بيها تحتاجين بأمس الحاجة يوميا أنا أحتاجه، كل دقيقة أنا أحتاجه، بس راح. شنو اللي تطالبين بيه وما تتنازلين عن هذا المطلب؟ وانت طالبتي قبل سنة وأنا كنت حاضر بهذا المطلب، طالبتي بقتلة أخوك، وهاي السنة مصرة إنه أنا وهاي السنة ماكو السنة ما حد مجابه. وبعدك تطالبين بقتلة أخوك؟ أكيد، يعني صعبة ينفقد الأخ. إذا فلت من العقاب المجرم في الدنيا، أقول حسبي الله ونعم الوكيل. بالآخرة ما راضي عليه لا دنيا ولا آخرة. ماتوا قبل لا موت بجونه هواي.